أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام في هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن. تغيرات مفاجئة في حالة الطقس بالمغرب، لكن قبل الخوض في التفاصيل تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد أخبار المغرب. وفي التفاصيل، من المتوقع أن يعيش المغرب حالة جوية استثنائية يومي الخميس والجمعة. أهم ما يميزها رياح قوية وهيجان البحر على طول الساحل الأطلسي للمغرب من طنجة إلى أكادير، بالإضافة إلى سلسلة جبال الريف وشرق المغرب، وذلك ابتداء من ليلة الخميس 8 فبراير إلى الجمعة 9 فبراير 2024. وتشير التوقعات أن سرعة الرياح ستتجاوز 90 كيلومترا في الساعة في بعض المناطق، مع هبوب رياح قوية على طول الساحل. كما يتوقع أن يعرف البحر هيجان مع ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 4 أمتار، خاصة بين مدينتي أصيلة والصورة يومي الجمعة والسبت 19 فبراير. وتشير توقعات الطقس إلى أن منخفضا جويا سيؤثر بشكل خاص على المناطق الشمالية والوسطى وسلسلة جبال الريف والأطلس وصولا إلى الحوز وسوس، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات. وتشير التوقعات من احتمال هطول أمطار غزيرة وقوية على المنطقة الشمالية الغربية يومي الجمعة والسبت 19 فبراير، حيث من المحتمل أن تتعدى المقاييس 100 ملم، خاصة على أقاليم الشاون والحسيمة وتطوان وطنجة صلة ووزان والعرائش.